ما إن هل شهر رمضان حتى هلت الخيرات معه على بلدة الذيابية، كيف لا وهو شهر الخير والبركة؟ فكان لحملة إفطار مجاهد نصيب في هذا الخير، حيث انطلقت الحملة مع انطلاقة أول يوم في شهر رمضان المبارك في أرجاء سوريا الحرة عموما وفي بلدة الذيابية خصوصا، حيث كان نصيب هذه البلدة المتواضعة من الحملة مبلغا وقدره 3000 دولار، حيث سخر هذا المبلغ لتأمين كافة مستلزمات الحملة من مواد غذائية وغيرها، مما يساعد في إعداد وجبات الإفطار للإخوة المجاهدين، رغم الصعوبات التي واجهت القائمين على الحملة، كون البلدة محاصرة وعدم توفر المواد الغذائية فيها، وكافة الطرق إليها مغلقة ومحاطة بحواجز النظام، ولكن بفضل الله تم توفير هذه المواد ومستلزماتها. وأما عن نتيجة هذا العمل الخير، فكان وصول وجبات الإفطار وإعدادها بشكل يومي للإخوة المجاهدين والمرابطين على جبهات البلدة، وما كان منهم إلا أن حمدوا الله وأثنوا عليه وشكروا الداعمين لهذه الحملة، كل من قناة وصال، قناة السوري الحر، والشيخ عبد المانع العجمي، والشيخ عبد الرحمن النصار، جزاهم الله كل خير عن أهل البلدة ومجاهديها. جزاكم الله كل خير. والذخيرة ونوجه الشكر لقناة السوري الحر. الله يجزيكم خير. بسم الله. نحن نوجه رسالة للأمة الإسلامية جمعاء. نحن نطالب الشرفاء من الأمة الإسلامية بأن يدعمونا بالسلاح. نريد سلاح، نريد سلاح، نريد سلاح. نحن الحمد لله هذا الطعام موجود والحمد لله من خير الله، الله رزقنا.